الأردني. نبقى مع أنجاز نادي وادي النيس الذي تحقق ولفت الأنظار، لكن القضية الفلسطينية من أجل تجميد الكيان الصهيوني في الاتحاد الدولي لكرة القدم تستعر يوما بعد يوم، نارها تستعر وتلتهم كل من يريد أن يقف أمامها. لماذا؟ بلاتر سيزور بعد يومين الضفة الغربية رام الله هناك ليلتقي مع اللواء جبريل رجوب لمناقشة هذه القضية التي باتت تؤرق بلاتر. لماذا؟ لأن الخارجية الإسرائيلية تبذل جهدا غير عادي من خلال سفاراتها في كل العالم للضغط على الاتحادات الأهلية، كما ذكرت صحيفة هآرتس في مقال موسع أنها تبذل جهدا كبيرا بعدما ارتعدت فرائسها خشية أن يتم التصويت على تجميد إسرائيل، لأنه إن جمدت إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستجمد في كل الأماكن، في اللجنة الأولمبية، في الاتحادات الأخرى، وبالتالي تخسر وتخرج من الدائرة التي تضعها في الجماعة العالمية. النقطة الثانية أن هآرتس حللت الطلب الفلسطيني وذكرت أنه طلب مبالغ فيه. لماذا مبالغ فيه؟ لأن هناك قطعة الأراضي التي في المنطقة سي لم تدخل كلها تحت الراية الفلسطينية، وبالتالي من حق المستوطنين أن يبنوا ملاعب ويلعبوا فيها. هذا طبعا زعم مرفوض وكاذب ومغلوط. النقطة الثانية أنه لا أحد يتعثر في الدخول لفلسطين. كيف ذلك؟ وفريق الشرطة لم يتمكن حارس مرماه من الدخول، عطل مدرب الجزيرة الأردني ل9 ساعات واضطر أن يدخل في اليوم التالي. عانى محمد يوسف مدرب الشرطة من هذا النقص العددي ومن التأخر والتعثر والتلكؤ في الدخول. كل هذه القضايا جعلت بلاتر يطير بعد يومين إلى الضفة الغربية إلى رام الله لملاقاة أبو مازن، عله يقنعه بضمانات بعد أن يضغط على الجانب الآخر بالسماح للفرق، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيذهبان إلى ملعب فيصل الحسيني في 11 من يونيو المقبل، يعني بعد أقل من شهر ستكون السعودية هي أولى المباريات في تصفيات كأس العالم الآسيوية وكأس آسيا 2019 مع المنتخب الفلسطيني. الكرة السعودية واتحادها اشترط على الاتحاد الآسيوي أن تذلل كل العقبات وألا يقف في طريقهم أي إسرائيلي يعرقل أو يفحص أو تلك هي يعني القنبلة التي ستنفجر في وجه هذا الكيان ليحل عن أشقائنا الفلسطينيين ويحل عن رياضي الفلسطينيين من أجل رياضة فلسطينية تكون هي الانتفاضة من أجل الدولة الفلسطينية الموحدة. مشاهدينا الكرام.